الطفل اللي ارتكب فيه اي فعل في ساعتها بيتقدم للمحاكمه. ما ينفعش طفل من 12 ل 15 يتحبس اصلا، ما ينفعش يتحط في اسم. من السن من 18 سنه ل 21 سنه وحصلت مشكله ومحتاج محامي ساعتها. احنا دلوقتي كلنا في انتظار اصدار قانون الرعايه البديله. طيب هل في حاجه ليها علاقه بالبنات في الخدمه الوطنيه او الخدمه الاجتماعيه؟ لازم تروح تقدم في التجنيد. اقول لك حاجه، حتى لو عنده اعاقه. ازاي يقدروا يساعدوا الاطفال جوه دور الايتام في الجزء المتعلق باي انتهاكات؟ تخيل 10 فئات فقدوا اهلهم بشكل ما، نمره واحد فيهم كريم النسب. الضامن غارم، لو صدر حكم ضدك في خيانه امانه دي تمس الشرف، مش هتعرف تتوظف. في سجن كمان، في سجن، وفي كمان فوائد مركبه في الفيز. خلي بالي ان انا عليا واجبات تجاه الناس ديت، ما بقاش باذيهم واقول انا بهزر. لا، ما انت مش بتهزر، انت بتاذي. دلوقتي الاعراف بتخاف ان هي تسكن سيده او فتاه لوحدها. وده عشان الطفل يبقى مطلع عليها، المقدمين الرعايه يبقوا مطلعين عليها، كل واحد عارف حقوقه وكل واحد عارف واجباته. انت من 18 ل 21 في تفاصيل انت قانونا ما تقدرش تعملها. حلقة جديدة من بودكاست جاي لك في حوار. أنا رضا علي، أخصائي تسويق وتواصل في جمعية سند ومقدم البرنامج. أنا أحد الشباب خريج دور الرعاية. النهاردة معانا الخبير أستاذ عبد الرازق مصطفى، محامي حقوقي في ملف المرأة والطفل، وكمان عضو لجنة إعداد قانون الرعاية البديلة في مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا حابين نتعرف حضرتك على المستوى الشخصي وهي على المستوى المهني. مين أستاذ عبد الرازق مصطفى؟ انا عبد الرازق مصطفى، شغال محامي يعني ما يقرب تقريبا من 18 سنة. شغال بقى في الجزء الخاص بالطفل والمرأة تقريبا وقت يتخطى 10 سنين في الجزء ده بالذات، لأن يعني تقريبا أغلب المحيطين بيا الأول أنا كنت شغال في الوسط الثقافي، يعني في بعض التنسيقات الثقافية كده في جوتا وفي المركز الفرنسي وتقريبا كل المحيطين بيك بيشوفوا حاجة منورة فيك فبيقولوا لك لا، احنا عايزينك تبقى في الحتة دي، احنا محتاجينك تساعدنا في الجزء ده. فطول الوقت انت شايف معاك جوهرة بس مش عارف هتحطها فين او هتستخدمها ازاي، وممكن تكون معاك شخصيا وانت مش مدرك ان هي معاك بالمناسبة. وبما اني اصلا يعني بحب الحكاية، او انا بعتبر نفسي يعني حكاء شوية، فقلت لهم تمام خلاص وخدت المغامرة وانا قاعد قدامك اهو وبحب مهنتي جدا وما اقدرش اسيب الكتابة ولا الجزء الخاص بالابداع اللي هو السينما يعني. حلو قوي. طيب خليني أعرف أكتر على المستوى المهني تفاصيل شوية. حضرتك عضو كذا لجنة وكذا بقول يعني مجموعات عمل في حضرتك، يعني بتحضر برضو مؤتمرات كتير ليها علاقة بالمرأة والطفل على مستوى بقول القوانين والتشريعات، وحتى كمان على مستوى السياسات الداخلية بتاعة الدولة، وكمان سياسات بتاعة مثلا بقول اللي تتعامل فيها مع النيابات والحاجات ديت. عايز اسمع حضرتك اكتر بخصوص الموضوع دوت. اديني كده تفاصيل طب هقول المهنيه عن لك حضرتك. هقول لك ازاي اصلا انا بدأت رحلتي مع حقوق الطفل والمرأة. التفصيلة دي، النقلة دي كمان كانت مهمة في تكوين أصلا تفكيري وطريقة شخصيتي. أنا كنت رايح أعمل إجراء عادي جدا في أي اسم شرطة، فلقيت طفل موجود مع مامته، آه ولقيته قاعد بيعيط ومفيش حد يعني عارف يتكلم معاه، وهو للأسف كان جنسية مختلفة، مش مصري يعني، مش مصري بس هو أحد البلاد الأفريقية. فحاولت اتكلم معاه، ما يعني لقطت كده لكنة مع والدته، فقالت لي ده حد يعني تقريبا تعدى عليه بشكل ما. فسألت طب مين المختص هنا، طب ايه، طب اساعده ازاي. للاسف لقيت الطريق مسدود قدامي وبالفعل ما عرفتش اساعده ساعتها، وما كانش عندي الخبرة الكافية ان انا اقدم له المساعدة بشكل كافي يعني. مشيت يعني، خلصت الإجراء اللي أنا كنت رايح أعمله ومشيت. تاني يوم كنت رايح نفس المكان عشان في رقم من الحاجات اللي أنا خدتها غلط، فروحت أخد نفس الرقم ده عشان أكمل بقية إجراءاتي. لقيت الطفل لسه قاعد زي ما هو. ساعتها في اللحظة دي بالذات، وكانت لحظة مهمة جدا،
فضلت اكلم كل زمايلي وكل اصحابي اللي ليهم علاقة وطيدة بالملف الحقوقي اللي ماسك مصر. قعدت ادور، طب فين، طب ازاي، لغاية ما في النهاية وصلت لحد ما يعني قدر يساعد الطفل. وتلقائيا بعديها بفترة صغيرة لقيت نفسي يعني زي ما تقول رجلي غرزت في الموضوع. دخلت بقى. غصب عني، ومشيت بقى، بدأت الطريق من التفصيلة دي. خدني بقى الطريق لبعض يعني الأطفال فئات متعددة كتير جدا ومراحل مهولة بالمناسبة. يعني الطفل عندنا متقسم 4 مراحل، وفي مرحلة من ال 18 ل 21 دي فيها بعض الإشكاليات كمان، يعني ملهاش في بعض الفجوات في القانون يعني اللي تخص المرحلة دي بالذات. فالطفل عندنا متقسم 4 مراحل، من 0 ل7، ومن 7 ل 12، من 12 ل 15، ومن 15 ل 18. اوكي. ودي اسمها ليها مسمياتها في القانون او هقول كده؟ لك من 0 ل7 انتفاء مسؤولية جنائية، ده بالنسبة للطفل بشكل عام، كل الأطفال اللي موجودين بكل الفئات. من 7 ل 12 في انتفاء مسؤولية جنائية، أو في الجزء الخاص اللي هو لو في أي يعني بادرة بدرت منه، أو أي حاجة، أي فعل يعني يعتبر جريمة بشكل ما، هو هيتم عرضه على المحكمة، والمحكمة وشأنها. بس في النهاية حاطين قدام المحكمة اختيار بسيط جدا، ان هو يا اما لو ملوش يعني لو ملوش أسرة يكون في مكان كعائل مؤتمن، او في احد دور الرعاية، او لو هو مش خطر على المجتمع بيرجعوه لأهله، لان هي دي البيئة الآمنة ليه. هل دي اللي هي الاحداث، ولا ده لسه ملوش علاقه لا، بالاحداث؟ ملوش علاقة لسه ملوش بالأحداث، علاقه كل اللي أنا بالاحداث. بتكلم عليه ده اوكي. ملوش علاقة لسه. بالأحداث نهائي. اوكي. تبدأ بقى الأحداث من 12 ل 15. اوكي. من 12 ل 15 دور الرعاية وبيتوجد يعني. ما ينفعش طفل من 12 ل 15 يتحبس أصلا، ما ينفعش تحط في اسم بالمناسبة. ده طبقا للقانون، مش أنا مش بقول لك وجهة نظر شخصية، الجزئية دي طبقا للقانون المصري، اللي أصلا القانون الوطني اللي أصلا هو نصوصه طبقا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية اللي مصر مضت عليها سنة 90. من 15 ل 18 الجزء ده مهم جدا، لأن لو الطفل ارتكب فيه أي فعل في ساعتها بيتقدم للمحاكمة. بس عندنا تقريبا قانون الطفل سباق ورواد في حاجات مهمة كتيرة جدا، لأن في غير بدايل للحبس متعددة كتير. في عندنا ما يقرب من 12 حل بديل عن الحبس. 12 في ان انت تحط الطفل ان هو يروح احد المستشفيات يخدم الناس ساعات متعددة تحت رقابة وزارة التضامن، وفي خبير بيتابعه. في تفصيلة مهمة جدا ممكن تحطه في مكتبة، ممكن تحطه في يعمل أعمال يدوية. في كم مهول الصراحة من التفاصيل البديلة ان هو ما يكونش رهن الحبس ده، في حالة لو كانت جرائم بسيطة. من سن 15 ل 18 سنة. من سن 12 ل 15 اللي احنا قلناه، اللي هو من سن 15 ل 18 الجرائم بقى الكبيرة بيبقى فيها حبس وحاجات يعني يجوز الحبس ليه من 15 ل 18. أوكي. بس هنقفل بقى الشق الجنائي ده ونبتدي بقى في حاجات تانية لطيفة عشان ما نغمش الناس. ماشي. ممكن ندخل يعني خلينا نبتدي ندخل في السياق بتاعنا. بنتكلم على دور الأيتام في مصر، بنتكلم على الشباب في دور الأيتام. زي ما حضرتك قلت يعني يمكن هي الفئة من أول بقول أعتقد 2 لحد 18 سنة، يعني ده 18 سنة ده قانونيا. بعديها ممكن بيكمل لرعاية لاحقة لحد سن 25 سنة أو 26 سنة، حتى ده بقول بيكفلها اللوائح التنفيذية للقانون وحسب كل سياسي كل دار. للأسف بقول قانون الرعاية البديلة اللي شغالين عليه دلوقتي في مصر لسه ما حتى الآن لسه ما صدرش. صدر بس المسودة لو أنا فاهم صح الأولى. احنا دايما عندنا تشالنج في اللي بقول أو تحدي إنه السن 18 سنة لسن 21 سنة عندنا فجوة. بقول محدش فاهم دوت ما بقاش خلاص طفل anymore،
وفي نفس الوقت ما وصلش ليه ان هو ليه حق قانوني يقدر مثلا بقول يرفع عنه الوصية، يتحاكم او ياخد بقول يعمل توكيلات او الاجراءات القانونية بتاعته. وعليها عايزين نفهم اكتر، طيب الناس دي في السن ده دلوقتي، لان دي بقول ليه طيب من 18 سنه يا رضا؟ لان من 18 سنه هو ده الوقت اللي اغلب الدور بتبدا ان هي تخرج الشباب بره الدور بتاعتها. حسب السياسه الداخليه بتاعت كل دار، يقول لك خلاص كده انا عملت اللي عليا، انت اسد بقيت كويس، تقدر بالنسبه لاولاد الذكور بتبتدي انت خلاص نشوف لك بقول شقه بره، سواء بقى الدور كويسه بتعمل كده، انت نشوف لك شقه جار وتبتدي انت مع مجموعه من اخواتك اللي هم اتربوا معاك تروح تشتغل وتبتدي تعيش حياتك. وبعض الدور التانية للأسف الشديد خلاص بتقول لك دي مستحقاتك أو ده، ولا حتى مستحقاتك المالية ما تقدرش أصلا تاخدها لأن لسه ما تمتش 21 سنة، فبس بيكتفوا بإن أنت خلاص تروح أنت مع نفسك تأجر شقة، ولما تبقى تتم 21 سنة تبدأ ترجع الدار لو لسه مفتوحة، وتقدر تقول والله عايز مستحقاتي المالية أو وات ايفر الأوراق القانونية بتاعتي. فكلمنا اكتر عن الفئة دي، الفترة دي ما بين 18 ل 21 سنة. خليني بس أبدأ معاك من الجزئية بتاعت من 18 سنة ل 21 سنة. دي هي منطقة شائكة جدا لسبب، هي كمان ما فيهاش كفرنج للمظلة التشريعية في أغلب القوانين. أولا أنت متطلب منك أن أنت يبقى بلغت سن الرشد عشان تعمل كل التصرفات القانونية المتاحة ليك في الدولة، وتبقى ليك حق الانتخاب، ليك حق مش عارف ايه، ليك حق ايه، كم حقوق مهولة، سواء حقوق قانونية او حقوق سياسية كأي مواطن عادي. من سن 18 ما تقدرش، يعني ممكن يكون ليك تعاملات بنكية او ليك حساب، بس ما تقدرش لو ليك شهادة او ودايع موجودة باسمك ما تقدرش تتفك غير بعد سن 21 سنة. لو ليك وصي تعمل رفع وصاية، ده إجراء قانوني طبيعي جدا. ورفع الوصاية أنت أصلا بتبقى عارف مين الوصي عنك، وبتروح النيابة التابعة اللي اتعمل فيها الوصاية، وبتعمل إجراء اسمه رفع وصاية، وبتقدم طلب، والطلب بيتوافق عليه في خلال أيام، وأدام عديت السن القانوني خلاص الموضوع انتهى. ده اللي هو السن ال 21 سنة. سن 21 سنة. مظبوط، اوكي. في حالة لو فرضا ال مفيش وصي، لأن في حالات مفيش وصي بالمناسبة، بتتوجه للشؤون القانونية، وكل بنك بيبقى ليه بعض التفاصيل كده عشان تستوفي الأوراق، عشان بس ما نتوهش الناس. البنك هيوجهك يقول لك طب هنا انت تميت 21 سنة، فانا مش محتاج. في بنوك اصلا ما بتبقاش محتاجة، لان انت بالاساس مالكش وصي، فما فيش امر يستدعي ان انت تروح تعمل رفع وصاية. فالبنوك بتبدأ تتعامل معاك كراجل بالغ ليك حقوقك القانونية والتصرفات اللازمة، فبتحاول تطلب منك بعض الأوراق الثبوتية اللي هي الأوراق العادية جدا، وبتحاول تبروز ده وتقفل الملف وتشتغل في حسابك بشكل طبيعي وتلقائي يومي، ما فيهوش أي مشكلة. ده بالنسبة لتفصيلة الحسابات البنكية. في بقى تفاصيل مهمة جدا وانت تميت مثلا 18 سنة وخارج من الدار. انت من 18 ل 21 في تفاصيل انت قانونا ما تقدرش تعملها، غير لما مثلا ما تقدر. يعني لو هنقدم مثلا على وظيفة يقول لك لازم تستوفي الامور الخاصة بتجنيدك، فلازم تروح تقدم في التجنيد. حتى على فكرة في تفصيلة مهمة جدا، لو شخص مفيش ليه اخوات اصلا وهو وحيد لازم يروح يقدم في التجنيد. يعني هو معفي بقوة القانون، لازم يروح يقدم. طب انت وحيد، طب انت معفي، لازم يعني التفصيلة بتاعت زي الرقم القومي بالظبط، البطاقة، الباسبور، الرخصة، شهادة الجيش. حتى هي بقت نفس الشكل بتاع أصلا الرقم القومي، نفس شكل الرخصة، لغوا الورق القديم ده خالص من ساعة ما الرقمنة بقت مسهلة الموضوع بشكل بسيط شوية. مثلا انت ليك بعض التفاصيل القانونية وعايز توكل محامي، دي فيها صعوبة شديدة للأسف. لازم يكون من 18 ل 21، ما تقدرش تعمل غير توكيل خاص قوي،
ازاي توكيل خاص؟ توكيل خاص بتفاصيل معينة، انما توكيل عام قضايا ما تعرفش تعمل كده. مم. يعني ده لا، لو وقعت في مشكلة ما وانت وات عندك ايفر، 18 سنة. وانت عندك 18 سنة او من السن من 18 سنة ل 21 سنة، وحصلت مشكلة ومحتاج محامي ساعتها، ما مش هتقدر اقدرش. تعمل توكيل عام قضايا لمحامي ياخد لك المعارك بتاعت المعارك القانونية، يعني خلينا نقول ماشي. التفصيلات. المعارك القانونية. اه. ف انما لازم تحدد انت محتاج المحامي ده في ايه، وتعمل توكيل خاص بالتفصيلة اللي انت محتاجها فيه. اوكي. طيب هرجع للقطة بتاعة الجيش. بالنسبة للجيش، بعض الشباب في بعض الدول لسه مش فاهمين أو مش عارفين المعلومة ديت، إنه هو زي ما حضرتك قلت لا، هو لازم يروح يقدم في الجيش. حتى لو معفي، هقول لك حاجة، حتى لو حتى معفي. لو عنده إعاقة، حتى حتى لو شخص عنده بعض الإعاقات سواء بصرية أو جسدية، أوكي، دي معلومة مهمة. لازم يقدم لسبب. لأن أولا أنت مش هتعرف تروح تشتغل أو تسافر أو تعمل أي تفاصيل ليها علاقة بالمنظومة اللي في الدولة كراجل مواطن. ليك حقوق وواجبات وعليك واجبات، ليك واجبات آسف وعليك حقوق، تمام. فانت عشان ده قضبان القطر يعني قضبان القطر بيمشي عليه، انت راجل، انت نفسك القطر، هتمشي ازاي من غير ما يكون في قضيب تاني؟ حقوق الواجبات. الحقوق والواجبات. فلازم تروح تقدم ايا كان وضعك القانوني ايه، لازم تروح تقدم الاول، وهم يقولوا لك لا احنا مش محتاجينك، لا احنا مش عايزين الدفعه دي، لا سيادتك مثلا عندك يعني مثلا خدت اعفاء من الجيش ليه؟ ما نظري ضعيف مثلا. انت اخويا طلع اعفى من الجيش ليه برضو؟ وراثة، الموضوع وراثة. طيب الشباب زي ما بقول بيبقوا في اغلب الوقت مش عارفين ان هم لازم يروحوا يقدموا في الجيش، او ان هم اصلا ليهم تجنيد. وده بسبب ان هم فاهمين انه عشان انا اتربيت في دار ايتام فانا كده وحيد، فانا كده ماليش تجنيد. مع العكس تماما، الواقع بيقول لا، انت عشان اتربيت في دار ايتام فانت اولى حد بالنسبه للدوله ان انت تقدم الخدمه الوطنيه، كونك واحد الدولة ساعدت في تربيتك بشكل كويس، ساهمت ان هي او وفرت لك ساهمت ووفرت بيئة. لك بيئة آمنة ان انت تبقى كويس وعايش في بيت آمن and so on. فانت لازم تروح تقدم في التجنيد كمان. مش معنى ان انت عشان اتربيت في دار ايتام فانت مالكش تجنيد فانت ما تروحش خالص بقى يعني. ما تروحش خالص بقى تقدم الورق بتاعك او كده. فدي معلومة حضرتك اكدت عليها انه لا، انا حتى هقول لو لك عواقب اللي ما بيقدمش ورقه دلوقتي، انا طب كده، ده انا ده اصلا لسه ما دي قلتهاش. ماشي، دي معلومة مهمة أوي هنحتاجها. فأنت أكدت على فكرة إنه حتى لو كده أنت برضو لازم تروح تقدم، حتى لو عندك إعاقة لازم تروح تقدم. فطيب تعالى نسمع من حضرتك إيه العواقب لو أنا ما قدمتش في الجيش. طب بص، اولا في تفصيلة مهمة، اللي ما قدمش خالص، مم. لان اللي ما قدمش خالص ده بيواجه بقى ان هو اول حاجة بيفضل محصور داخل مصر، ما بيعرفش يخرج منها. ده اولا. ثانيا لما بيجي يسافر احيانا داخليا، احيانا داخلي، يعني السفر الداخلي بيسألوا على شهادة التجنيد لو في بعض الاماكن فيها شرطة عسكرية او حاجة شبه كده. فده بيخليه ان هو يواجه، مش في حاجة اسمها تهرب من التجنيد وفي حاجة اسمها تخلف من التجنيد. التهرب ده ان هو راح التجنيد وهرب ومشي وساب سلاحه ومخلته وكل حاجة، ودي قضية هروب من التجنيد وبيتحاكم عليها وما بياخدش إعفاء منها أو بيدفع غرامة غير لما بيعدي 36 سنة. وده صعب جدا على أي شخص إن هو يروح ويهرب ويرتكب يعني الجريمة دي في حق نفسه وفي حق اللي حواليه. التفصيلة التانية بقى، واللي هي إيه، شخص عادي خالص ما راحش نهائي، مم. بيفضل أقرانه من البيئة المحيطة ليه، ودي موجودة كتير في مجتمعاتنا. خلينا نكون واضحين بس في الجزئية دي لأن هي موجودة بالفعل. الجلسة اللي فيها ناس متخلفين عن التجنيد بتبقى جلسة يعني بالمئات وأحيانا بالآلاف. فبيروح بينتظر، بيفضل موقف حياته، كل الورق اللي يخصه، كل الخطوات اللي هو مش قادر ياخد فيها حاجة
في حياته، في شغله، ولو هو بني كارير او بشكل ما عايز يفتح مشروع، مفيش اي ورقة بتتقدم للدولة من خلال مشاريع او شغل او اي حاجة الا وبيطلب شهادة التجنيد. مش هتعرف تطلع باسبور غير بشهادة التجنيد. من زمن الزمن الموضوع ده يعني مش ده مستجد، بس كمان لما الدولة بقى، يعني احنا دلوقتي المفروض في 2030 هيبقى الدولة كلها مميكنة بشكل ما. فاحنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا والرقمنة شغالة على أوج تألقها يعني. فهيفضل واقف محلك سر بيشتغل عند ناس ما بيعرفش ياخد حقوقه، مش يقدر يمضي عقد عمل، مش يقدر يروح يشتغل في مكان محترم او يبني كارير عظيم، لان هو معهوش بس او ما راحش استوفى الورق. الكارثه الاكبر ان في ناس بتتخيل ان هي اول ما تروح خلاص هتروح وتقعد هناك 3 سنين يا جماعه مش كده خالص. ده بالعكس، ده اغلب الناس اللي بتروح، او في ناس بتروح بيبقى عندها مثلا فرق في رجلها، ده لا ده بر، ده اعفاء، ده مش عارف ايه، ده نظره مثلا مش مستوفي عندنا اللي احنا محتاجينه. انت ممكن تكون شخص طبيعي جدا بس عندك حاجة انت مش عارفها، لما تروح هناك يقولك لا، مش ما ينطبقش عندنا. فعشان الورقة دي بتستنى لغاية 30 سنة وبتكون عديت نص عمرك، وبتروح عند ال 30 سنة عشان تتحاكم بتهمة انت بس كنت خايف مجرد ان انت تروح هناك، مش اكتر، خايف. رغم ان انت لو رحت وجربت بنفسك انت ممكن اصلا ما يكونش ليك تجنيد، ودي كارثة اكبر. فانت ضيعت نص عمرك عشان خايف تروح تطلع بعض الورقيات اللي هتنفعك في مستقبلك. فعشان كده بتروح بعد 30 سنة، بتعمل لك قضية وبتحدد لك جلسة وبتنزل وبتدفع يعني غرامة بشكل ما. يمكن عايز انقل وجهة نظر الشباب في اللقطة ديت انا لان سامعك كويس جدا. للاسف الشباب بقول بيبقى في ظروف ما، خلاص على حسب طبعا الدار بتاعته وحسب ظروف كل دار. بيبقى الشاب مثلا الدار قالت له خلاص انت هتطلع وانت 18 سنة، وهو بيبقى عايزك مثلا يكمل جامعة، او يعني خلاص هو خلاص مثلا الدبلوم بتاعه وعايز يخرج من الدار. احيانا ما بيبقاش لاقي مكان بقول يبات فيه، فلما بيلاقي مثلا شقة او كده بيبقى مطلوب منه يدفع ايجارها، سواء هو لوحده او معاه من اخواته اللي اتربوا معاه مثلا 2 3. فده بيحط عليه عبء مالي، مضطر ان هو كل شهر لازم يوفره. فبيبقى بيسأل نفسه طب لما انا هروح الجيش مين هيبقى بيوفر ده، مين هيبقى مش عارف بيشيل مسؤولية البيت دوت وهكذا. دي بقول وجهة النظر التانية. فعشان كده بيحاولوا يهربوا من او بيبقى عندهم فكرة انه لا خلاص انا مش هقدم في الجيش، مفيش حتى بيت لما اجي انزل من الجيش انزل الاجازة يعني، هروح لمين لما الدار خلاص اوريدي خرجتني او كده. دي مشاكل تانية على جنب بنعالجها. يمكن بقول من خلال القانون الجديد ان شاء الله اللي بيطلع هو هيبقى بينظم الموضوع ده. بس اللي اتفقنا عليه دلوقتي انه لازم تقدم في الجيش، لازم تروح حتى لو هتاخد اعفاء، لازم برضو بتروح لو عندك اعاقة او اي حاجة لازم برضو تروح تطلع بتاع المعافاة الكارنيه او كده. طيب وقلنا لو ما قدمتش في الجيش ايه التعطيلات اللي هتعطل في طبعا حياتك، طبعا. وبعد كده كمان لو انت مش دخلت هتعرف تقدم وهربت. مثلا على مشروع المشاريع الصغيرة أو مم. متناهية الصغر، أو تقدم مثلا على أي تفصيلة ليها بمشاريع هتتقاطع بشكل ما مع أي وزارة من الوزارات أو أي هيئة من الهيئات، أو أنت هتشتغل في مكان حتى في القطاع الخاص، برضو بيطلبوا منك شهادة التجنيد بشكل ما. مفيش حد يعني مصوغات التعيين، في ناس من اللي فقدت ده كان محمود المليجي مم. العظيم. محمود مم. المليجي، انا بالنسبه لي محمود المليجي ده استاذي اوكي. شخصيا، من كتر ما هو يعني من اهم الناس اللي فنان جسدت اعمال كبير. فنيه عظيمه جدا. كان موظف في احد قصور الثقافه، وبيشتغل في المسرح ممثل، وفقط وظيفته في الاول، وهو جه طلع قال لك انا ما كنتش لسه طلعت شهاده التجنيد، وتخاذلت ورحت بعد كده عشان اخد دوري في التجنيد، واصبح محمود المليجي العظيم اللي احنا شايفينه وعارفينه وسايب تاريخ. تفصيلة مهمة فعلا الجيش، بحس انه لو ما اديتش الواجب اللي عليك هتقف كتير. يعني حضرتك قلت لحد 30 سنة لو تخلفت ما قدمتش ورقك، ولحد 36 سنة لو انت قررت تهرب وانت في تروح الجيش.
والوضع ما عجبكش، وما عجبكش في ناس بتعمل كده صحيح كتير. للاسف. لحد بتضطر تستنى لحد 36 سنه عشان تعمل موضوع القضيه والمصالحه مم. والموضوع وتدفع الغرامه وكده. طيب هل في حاجه ليها علاقه بالبنات في الخدمه الوطنيه او الخدمه الاجتماعيه؟ الخدمة المدنية. الخدمه المدنيه اسمها مم. كده، اوكي. ودي بتبقى من خلال ايه؟ بص، الخدمة المدنية بسيطة جدا، يعني أبسط كتير من عبء موضوع التجنيد. ليه أبسط؟ لسبب: أنت بتروح الجهة المحلية اللي عندك، المكتب اللي هو تابع لوزارة التضامن في الاريا السكنية اللي أنت ساكن فيها، أو المكان السكني يعني عامة، وبتقول لهم أنا بنت خلصت تعليمي وتجاوزت السن الطفولة اللي هو أيا كان بقى، سواء 18 أو 21 على حسب ما أنت مؤهلك كان إيه، وهي دي شهادتي، أعمل إيه؟ بس بمنتهى البساطة بيقول لك هات لي برنت تأميني، وهات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا. الخدمة المدنية بالنسبة لك مثلا حضانة، تدريب في وزارة البترول، تدريب في وزارة الكهرباء، بيحاولوا بشكل ما المكان السكني اللي البنت ساكنة فيه بيسهلوا الأمر لسبب. برضو البنت راحت بكل ورقها عشان بعد كده لو جت تقدم على وظيفة أو واتوجد قدامها فرصة عمل عظيمة تقدر تستوفي ده، لأن بقوا يطلبوا ده كمان من مصوغات التعيين، شهادة الخدمة المدنية. اوكي، دي معلومه جديده خطيره بالنسبه لي. لا، بقوا يطلبوا فلازم اللي اوكي. هيشتغل شغل حر خلاص. هو عنده مشاريع مش هيبقى محتاجها، انما مم. البنت اللي هتتوظف او بانية كارير على اساس ان هي هتنخرط في المجتمع الاقتصادي او الاستثماري بشكل ما، ده من ضمن مسوغات التعيين، فهتروح الاقرب مكان ليها تابع لوزارة التضامن وهتقول لهم ورقي، وهيحددوا لها اقرب مكان لسكنها عشان تقدم فيه الخدمة المدنية، سواء وظيفة او مكان تابع ليهم. اوكي، انا عايز ارجع خطوه لورا. الاطفال وهم في الدور. موضوع شائك شويه، بس يعني الاطفال وهم في الدور احيانا بيحصل لهم بقول بعض الانتهاكات بشكل واضح وصريح. الطفل يقدر يعمل ايه في المواقف؟ انا عارف انه بيبقى خلاص مع اداره الدار الموضوع، بس لو تفاقم الموضوع ان اداره الدار مثلا ما قدرتش تساعد الطفل دوت او البنت دي، ايه القانون بيساعدها بيه، او وزارة التضامن بحكم معرفة حضرتك تقدر تساعدها بيه، او الجهات برضو تانية معنية زي بقول في مجلس القومي للمرأة والطفولة الله سواء، ازاي يقدروا يساعدوا الاطفال جوه الدور الايتام في الجزء المتعلق باي انتهاكات، او لو حد صادر عليهم حقوقهم الاساسية كمواطن يعني. طب هنقول بقى ايه، يعني حابب الاول اقول ايه واجبات الطفل جوه الدار. واجبات الطفل بشكل عام، يعني طبقا للظروف اللي هو موجود فيها، ايا كان في اسره طبيعيه او الدوله موفره له اسره او هو في دار رعايه. وخلينا برضو نتكلم بشكل واضح وثبوت كده كبير على دور الرعايه. لو طفل في دار رعايه، هو كل واجباته تجاه المكان ان هو اولا ما يأذيش الاخر، يعيش حياته بتفاصيلها اليومية، سواء بيدرس او بيتمرن على تمرين معين، او ليه مواعيد اكل ومواعيد شرب، كل التفاصيل اليومية بتاعت الانسان الطبيعي عادي جدا. مفيش عليه واجبات اكتر من ان هو يكون في حدود معينة ما بينه وما بين اللي عايش معاهم. مفيش واجبات محددة اكتر من ان هو مش هيأذي نفسه ولا هيأذي اللي بيقدموا له خدمة أو إخواته اللي موجودين معاه في المكان، بس مش أكتر. دي أهم واجبات ومهم جدا إن احنا ناخد بالنا من التفاصيل دي. مين بقى اللي بيقول لنا عليها أو اللي معودنا عليها أو اللي بيعرفنا إن إيه الواجبات بقى، التفاصيل اليومية القائمين على رعايتنا، وبيعرفوها لنا بشكل واضح. ومن القانوني ان اتفاقية حقوق الطفل تكون موجودة على الجدران او الاساسيات بتاعتها تكون موجودة، لان في حاجة، مش حاجة، سياسة حماية الطفل. سياسة حماية الطفل المفترض ان هي جزء لا يتجزأ من القانون ذاته. سياسة حماية الطفل بتبقى موجودة كمنشور، وموجودة بالفعل يعني في أحد الدور التابعة لوزارة التضامن. دور كتير شفتها، أول ما تدخل من الباب هي موجودة في الأماكن المتشافة، مش في مكان يعني مش موجودة بعيد أو على جدار، لأ، ده موجودة في بانر كبير
بخط واضح جدا، وبالليل محطوط عليها سبوت كمان. وده عشان الطفل يبقى مطلع عليها، المقدمين الرعاية يبقوا مطلعين عليها، كل واحد عارف حقوقه وكل واحد عارف واجباته. اه، في تفصيلة بقى مهمة، ان اي طفل موجود في دار رعاية مش موجود فيها سياسة حماية الطفل، او ما يعرفش سياسة حمايته ايه، اول كلمة يسألها، يسأل يا جماعة انا ايه حقوقي، من اول الاخصائي الاجتماعي للدرجة اللي فوقه اللي بعده لغاية المدير. طب ليه مش معلقين سياسة حماية الطفل؟ حقوقي مش محطوطة ليه عشان اقراها وابقى فاهم انا من حقي اطلب ايه وواجباتي تجاهكوا ايه؟ حلو أوي ده توصية مهمة، يعني شايف ضروري يبقى يعني يعني مفيش mainly كل حد بيشتغل في المجال يبقى طبعا بيساعد طبعا إن ده يبقى موجود يعني في كل دار، كل طبعا. شاب. يمكن الاول لما اشتبكت في ملف الطفل شويه ما كنتش بروح دور رعايه، لان حتى الزيارات دي بتبقى زيارات مختصه شويه وليها تصاريح. لما بدات اعمل ده عشان اكتب وانخرط بقى في الجزئيه الخاصه بقانون الرعايه البديله، عشان اشوف على ارض الواقع اتعاملت مع اطفال في دور من خلال مثلا المحكمه او غيره، او مواقف قانونية متعددة، بس ان انت تتعامل جوه الدور، الرؤية ساعتها بتبقى اوسع واشمل شوية، لان انت بتشوف الشخص ده خرج من الدار ليه وجالك ليه المحكمة اصلا، او حصل بشكل ما إيه الظرف الطارئ اللي وداه وجالك هناك، انت قابلته هناك ليه، او قابلته في الشارع ليه، او قابلته في اي مكان مختص يعني كان في نزاع مع القانون بشكل ما. فعشان كده ضروري جدا جدا ان كل الاطفال اللي موجودين في دور رعايه يبقوا عارفين ان في حاجه اسمها سياسه حمايه الطفل، وفي اخصائيين اجتماعيين لازم يفهموهم ايه حقوقهم بالظبط، وازاي لما يحصل تجاوز معاهم في حقهم، تجاوز نفسي او جسدي او اجتماعي ايا كان شكل التجاوز ده، لازم على طول يتجهوا للاخصائي الاجتماعي. ملقوش تجاوب ما، خلينا نقول بنفس الكلام اللي احنا كنا بندردش بيه شويه، فعلا بيطلعوا للي بعده للي فوقيه للمدير لو ملقوش بقى اي تجاوب في انتهاك حقوقهم. في تفصيلة مهمة الصراحة انا كمحامي يعني متخصص في الجزئية دي بنصح بيها الاطفال. احنا عندنا زيارات من وزارة التضامن يعني تقريبا ثابتة، كل الزيارات والتفتيش، زيارات والتفتيش طول الوقت بياخدوا بالهم قوي الإدارة، وبينظفوا الأولاد وبيلمعوهم وبيخلوهم نجوم سيما. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. الزيارة دي من التفاصيل المهمة اللي أي طفل يقدر ياخد فيها حقه. حصل أي حاجة بشكل ما وحس إن في تجاوز، وهو حاول يطلب بحقه في التجاوز ده ووصل للإدارة والإدارة ما جابتلوش حقه، ساعتها الزيارة دي هي الملجأ الوحيد ليه. ده إذا كمان هو لجأ ل 16,000 اللي هو خط نجدة الطفل اللي هو المجلس القومي للطفولة والأمومة. هو الناس بتتلخبط ساعات بتقول الأمومة والطفولة، هو اسمه مجلس القومي للطفولة والأمومة. والأول المجلس ده كان تابع لوزارة الصحة والإسكان، دلوقتي استقلوا بقى تابع لرئاسة الجمهورية على طول، ولسه صدر القرار ده من 6 شهور وتنفذ من 20 يوم بالظبط. وده مهم لسبب، يعني طول ما هو تابع لوزارة أداؤه كان متكاسل، دلوقتي أداؤه هيبقى أنشط كتير، يعني هنحس بتغيير شوية. فمنطقي الأطفال يعني تحاول تتواصل بشكل ما لو حست بأي انتهاك مع المجلس. طيب حضرتك قلت دلوقتي حاجة مهمة، إنه عندنا رقم للطوارئ بخصوص خط نجدة الطفل. مم. ممكن برضه هنبقى بنطلع على الشاشة دلوقتي اللي هو الرقم 16,000 16,000. في كمان التدخل السريع في وزارة حاجة التضامن. اللي هو خط تدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. الاتنين يقدروا يقدموا في الخطين دول شكاوى ويتابعوها، لان هو اصلا المتلقي الشكوى بيستلم الشكوى وبيديك رقم تقدر تتابع بيه. حلو قوي. في اي طفل في اي دار او شاب يقدر على طول بيرفع سماعه التليفون ويتصل بيهم. هل ده ممكن يبقى بعد لو لقيت ان ما فيش تجاوب من كمان الزياره بتاعه الشؤون الاجتماعيه تبع وزاره التضامن الاجتماعي جوه الدار، مجلس الوزراء ولا قبلها؟ اوكي. لو ما لقيتش تجاوب من كل الجهات دي وده صعب جدا،
هيبقى ما فاضلكش غير مجلس الوزراء، وشكاوى مجلس الوزراء مستحيل ما يتبتش فيها بشكل واضح، مستحيل. اوكي. ودي برضو ليها رقم ممكن نبقى بنحطه برضو. اوكي. والله دي تفاصيل مهمة جدا أستاذ عبد الرازق. ده حقك يا استاذ رضا يعني وانا مبسوط ان انا معاك بالمناسبه، وانت اكيد عارف انا بحبك قد ايه. شكرا جدا يا فندم. ماشي، خلينا ندخل في الجزء اللي ليه علاقة بيه. بقول خلاص الشاب بدأ يكبر شوية، خلاص من طفل بدأنا نكبر شوية، فبنقول بقى ايه واجبات الشاب اللي بتبقى عليه اتجاه المجتمع بتاعه. بص، اولا كلنا بلا استثناء، يعني اغلب فئات المجتمع عندنا غرف مظلمة دايما طول الوقت في دماغنا، ليها علاقة بأزمات نفسية احنا مرينا بيها. تكوينة لأي فرد موجود في المجتمعات، لأي فرد في المجتمع بشكل عام، هي تكوينة معقدة شوية. النفس البشرية، مين اللي قابلهم في حياته، مين اللي أثروا فيه، مين اللي ممكن يكونوا اتعاملوا يوم هم تعبانين فعملوه بشكل سيء جدا، فالشكل الضاغط ده عمل عنده تكوينة، فالتكوينة دي فضلت جوه دماغه وهو قافل عليها أوضة ضلمة. أنا عندي كم من الدور حصل فيها كم انتهاكات مهولة، اللي موجودين دلوقتي فيها اتحاسبوا، أو اللي عملوا الانتهاكات اتحاسبوا وراحوا لأماكنهم. بس احنا عندنا الكوارث بقى الأكبر، إن الشخص ده أو الطفل ده لما كبر وبقى شخص بالغ وعاقل، هو عنده أزمات نفسية مر بيها مش قادر يتجاوزها، فممكن تظهر في شكل إجرامي. فاحنا خلينا قبل ما تظهر في شكل إجرامي، أو لو كان في شكل متجاوز يعتبر جريمة، في أماكن متخصصة في مصر. مهم جدا إن لو حد حس إن هو محتاج أخصائي نفسي، لأن هي مراحل، في أخصائي في طبيب، الأخصائي شق والطبيب شق تاني خالص. لأن الطبيب هيستمر معاه لو حالته متجاوزة شوية أو تستدعي علاجات معينة. فلو فعلا هو حاسس بكده، واجب بقى عليه هو، وواجب على البيئة المحيطة بيه إن هي توجهه لده. ودول دور مقدم الرعاية أو الدار، إدارة الدار. طبعا أوكي. طبعا. ودور كمان إخواته، مم. ودي تفصيلة مهمة، والنقاش فيها يبقى بسيط جدا، مش معقد أو مركب. لأن مفترض إن إحنا لما جينا نعمل قانون الرعاية البديلة، عملنا من ضمن الحاجات يعني اللي احنا كاتبينه فيها ان يكون في الاخصائيين نفسيين وحاجات شبه كده، هم اللي بيقولوا هل ده محتاج ان هو يروح لطبيب، هل ده مش محتاج، هل ده. لان كمان كان معانا واحنا شغالين على القانون اخصائيين نفسيين. مفيش قانون دلوقتي، انا متأكد، بل أكاد أجزم إن أصلا مفيش تشريع أو مظلة تشريع عشان تحمي المجتمع لازم يكون موجود حد نفسي، حد اجتماعي، حد مختص في ملف، الملف اللي هو معني بالتشريع نفسه. لو ملف اقتصاد حد اقتصادي، لو ملف عن المرأة كل المختصين بملف المرأة، لو طفل، لو رعاية بديلة، لازم يكونوا اللي ايديهم في العجين نفسه. أنا بعمل فطيرة، مش هروح أجيب حد نجار. دي نقطة مهمة، دي أول نقطة. النقطة التانية، خلينا نقول إن هو مثلا طالع شخص طبيعي جدا، تلقائي، بيتعامل ببساطة، بس هو عليه واجبات وليه حقوق وعليه واجبات. ونصيحة في بعض المفردات كده، اللي هو إيه يعني إيه مواطنة أصلا. المواطن، مين هو المواطن في أي دولة؟ المواطن ده ليه حقوق سياسية وقانونية، وعليه واجبات تجاه الدولة اللي هو موجود من فيها، وعليه واجبات تجاه جيرانه واخواته والبيئة المحيطة بيه، بيئة العمل. يعني ايه بيئة عمل آمنة؟ يعني ايه انا مثلا خلصت شغل فباني كارير فهمضي عقد عمل. لازم كل المعلومات دي يدور عليها كويس من متخصصين عشان يقدروا يقولوا له ايه. وفي بعض المعلومات هنسردها دلوقتي ليهم اكيد في الاجزاء دي. بس مهم جدا ان هو بيتحسس خطواته وهو خارج من الدار، لازم يفهم ان هو خارج للمجتمع الكبير الاكبر. الدار كان مجتمع مصغر، في اخواته اللي طول الوقت هم جزء حمائي ليه
وبيبنوا مع بعض أفكارهم ومستقبلهم وبيتكلموا في أحلامهم اللي بره، هي يعني لما أخرج بره هعمل إيه، ومستني اليوم اللي هيخرج فيه بره. في ناس بتبقى مستنية تخرج بره عشان أنا فرحان عشان هخرج بره، خلاص مش هيبقى في سلطة فوقية، لأ، في سلطة في أكبر. سلطة سلطة أكبر. قانونية. سلطة قانونية، والمجتمع والعادات المجتمع. والأعراف اللي احنا فيها والسلطة بتاعت بقى يعني الحدود الحمراء بقول بقى مع ربنا ال والدين ال وكده. الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء اللي هي يعني فرضا، خليني أقول معاك بشكل أوسع شوية، مش كلنا أسوياء. في جزء مننا ميوله شوية يعني ممكن هو شاطر في الإلكترونيات فدماغه تسرح، فممكن بشكل تلقائي وطبيعي زي طفل عندنا قاعد مع زمايله مستنيين مدرس يجي يديهم الدرس، يا دوبك هم استنوه ساعة. في الساعة دي كانوا بيعملوا تشالنج، ايه هو؟ مين اللي يقدر يهكر حسابات اكتر من التاني. وللأسف الولد ده غلط اكبر غلطة ممكن اي حد يغلطها في حياته، وهو بيهكر حسابات بالصدفة وما كانش يعرف. هكر حساب اب الاعتراف في اسكندرية، وهو بيهكر حسابات. بعد 30 دقيقة أو 45 دقيقة طبعا رجل الدين هو فاهم تليفونه كويس والناس بتبعت له رسائل، ففي حد بيبعت له رسالة بيقول له هو في حد، هو حضرتك بعت لي يا ابونا ان انا بعت لك فلوس. الراجل مسك تليفونه عشان يستخدمه، لقى الموضوع، لقى ان تليفونه مش عارف يستخدمه. على طول طلع على المديرية، عمل محضر. اقل من 24 ساعه كانوا جايبين الطفل ده. طبعا كارثه طب بجميع طب المقاييس. هقول لك الجزء يعني المضيء في القصه السوداويه دي، ان رجل الدين او اب الاعتراف لما رحنا له عشان يتنازل عن المحضر، لما عرف ان في حسن نيه واتنازل بالفعل ومفيش بالنسبه له اي مشكله، ورحنا اعتذرنا له والموضوع انتهى يعني بالصلح. بس غلطه زي دي مثلا كانت لعبه. مم. هقول لك لو كان الراجل المحترم اللي احنا قابلناه ده رجل الدين ما كانش متسامح فرضا، كان حقه ان هو يمشي في اجراءاته القانونيه. بالمناسبه ما حدش يقدر يلوم عليه، لان القانون خوله ده، لان القانون خوله ده. ف كان ده هيتسجن، الطفل ده كان هيتسجن 3 سنين. هيطلع ايه بقى من السجن؟ هيطلع مجرم أكبر. اوكي، من مجرد لعبة كنا بنلعب، اسمنا كنا بنلعب وكان مستني ايه؟ درس. درس. ده انا بقول لك تفصيله بسيطه يعني جدا وصلته لغايه فين. ويمكن بقول برضو لمة الصحاب، يعني ممكن ده ياخدنا لمة الصحاب. بحس ان اغلبية الكوارث او الحاجات الكويسة، خلينا نقولها بالنقطتين، انه الحاجات الكويسة اللي بتحصل للبني ادم، او الحاجات اللي مش مظبوطه بتحصل بسبب لمه الصحاب. على حسب نوع لمه صحابك هم ده اللي بيفرق معاك. فعشان كده دايما كانوا حتى وانا صغير يقولوا لي اختار صحابك كويس، ما تروحش ورا اللي بيعمل مشاكل، ما تروحش مع اللي بيعملوا كذا. ركز وانت بتصاحب مين، بتسهر معاه مين، بتروح معاه الدرس مين، بتروح معاه النادي. فيمكن ده حتة ضرورية جدا. ويمكن بقول من الألعاب، يعني من مجرد لعبة كنا قال يعني بنهزر، اسمها بنهزر، بنفرقع صواريخ يا ده سيدي، حقيقي، ده بنرمي على حقيقي، ده الناس حقيقي. صواريخ ومش عارف ايه. حد عيني اتصاب، انا فاكر كويس قوي يعني في مواقف يعني حد عينيه طرفت بسبب صاروخ بنرميه من البلكونات وحاجات زي كده. حتى اللعب محتاج يبقى بمنطق بعقل، يعني نلعب بس نركز واحنا بنلعب، مش بنأذي غيرنا. ويمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان حاجه مهمه جدا ان احنا واحنا اطفال ما نبقاش بنأذي اللي حوالينا ولا بنأذي نفسنا طبعا في الاول. وده يمكن بعد شويه بقول لما الواحد بيكبر ده حقوق المواطنه. لما بنقول بقى نبتدي نبني حقوقنا ونبني الواجبات بتاعتنا في الدوائر، فكره الحدود بتاعتي مع اخواتي في الدار، وبعد لما باجي اخرج للمجتمع ابتدي احافظ على الحدود دي، واخلي بالي ان انا عليا واجبات تجاه الناس ديت، ما بقاش باذيهم، ما بقاش واقول انا بهزر. لا، ما انت مش بتهزر، انت بتأذي. ده مش هزار. ده قصة مثلا لولد في موقف مشابه، بس يعني مش تيبيكال، بس ليه علاقة بنوتة لطيفة كان عندها 17 سنة وحبت حد من جيرانهم وي 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 ف يعني أبوها كان ميسور الحال شوية، لا بصي انتي، احنا بنحب بعض ولازم نتجوز، حرفيا كده.
فقعدوا ما بينهم شتات شوية، فقال لها وانا خلاص انا محضر كل حاجة وهنسافر. يعني البنوتة كانت على قدها شوية في التفكير، سليمة عقليا، بس ايه، صدقت في طيش او الحدوتة. وكان عندها تقريبا 16 سنة. فأهلك مش هيرضوا يجوزونا، فايه ادخلي جوه هاتي الذهب بتاع مامتك والفلوس اللي عند باباكي. وكان تقريبا شبه ان هو ساحر لها. ده فيلم ده. قابلناها فين بقى؟ في ميناء القاهرة الجوي. خد منها كل حاجة، هو قال لها هقابلك في المطار عشان نسافر. اوكي. تمام. لما حد مسكها، كان هو تقريبا كان بيجيب حاجة، فرجع لقى الشرطة اللي في المكان مسكتها. فأول ما شافها من بعيد الشرطة حواليها، خلاص اتبخر. فصل ملح ودب. شكرا. يا نهار ابيض. فالبنت حكت الحدوتة دي، بس عملت للأسف حاجة مختلفة تماما. ايه هي؟ حطت اسم حد من قرايبها بدل اسمها. فهي أصلا الأول كانت مجني عليه، حد تاجر بمشاعرها، ولو كانت مشيت في الحدوتة دي زي ما هي وبدون أي يعني بمنتهى البساطة، طلعت بدون أي مواربة للحقوق، مم. كانت خلاص الموضوع انتهى. بس هي انتحلت شخصية حد. دي قضية تانية. احنا اكتشفنا ازاي؟ عندنا اخصائي الاجتماعي المسؤول عن لجنة الدفاع، بعت للمكان اللي هي ساكنة فيه، هو محافظة ما، فسأل. فاللي سأله هناك هو من نفس القرية، فقال له لا، الاسم ده في بيت تاني بس قدامهم، والاسم ده البنت دي موجودة قدامي. انت ازاي بعت لي الاسم ده ان هو مقبوض عليه وعندك في المحكمة؟ ده ايه ده؟ طلعت ان هي حاطة اسم بنت خالتها. يا نهار ابيض. شفت التركيبة والتكوينة عاملة ازاي؟ فانا ليه بس بذكر الحدوتة دي؟ وارد ان اي بنت بمشاعر مختلفة عمر الحب ما كان عيب نهائي. عمرنا ما قلنا ان الحب عيب، ولا الحب مشاعر من ضمن الغرائز اللي موجودة معانا واحنا مولودين بيها. بس بقول يعني اللي هو ايه، ناخد بالنا، نشوف في علامات حمراء كده، ريد فلاجز صحيح. يعني صحيح. باينه قدامك واضحه. لا ده ضروري يعني، ده يمكن إن بيحصل للاسف يعني. خلينا اكون واضح مع حضرتك. فودانا للسجن، رغم ان وداها للسجن. النيه كانت أوكي. لطيفه في الاول جدا. مم. النيه ودتنا للسجن. حاولنا طبعا بشتى الطرق، في الاخر عرفنا نخرجها واثبتنا حسن نيه الموضوع. بس المرحله من بدايه الرحله لغايه نهايتها هي خلتها بتكوينه وشخصيه مختلفه تماما عن اللي هي بادئه بيها. يمكن ده بقول بيخلينا أخص أكتر في الدور. للأسف لما بيحصل إن مفيش رقابة كفاية، وبيحصل إنه مفيش متابعة، مفيش بقول فكرة إن إحنا نبقى قريبين من البنات، بالذات في السن دوت، بقول سن المراهقة وما بعدها. بيبقى في فجوة ما بين المشرفين أو الأمهات اللي في الدور، الأمهات البديلة أو whatever المسميات، أو مشرفات أو كده، بالبنات بيبقى في فجوة. للأسف ده اللي بيترتب عليه إنه مشاعر جميلة زي ما بنقول كده، مباحة، الله بلا بلا، للأسف بتستغل غلط. و يعني يمكن لو في القصة اللي حضرتك بتقولها مثلا، لو كان في حد ممكن ان هي ترجع له تسأله او كذا، تستشيره، فكرة الصداقة ما بين المشرف والبنت او الام البديلة او البنت، كان ممكن بقول تفادينا حاجات كتير جدا. ودي يمكن حتة مهمة قوي. طيب احنا هندخل على الجزء اللي متعلق بيه، بقول الشباب خلاص بدأوا يخرجوا من الدار بعد مثلا سن بقول 21 سنة او سن 18 سنة حسب الواحد الداخلية بتاعت كل دار. كمان البنات احيانا بيبقوا خلاص مثلا بقول جه سن الزواج وعايزين يخرجوا بره الدار، واحيانا بيبقوا عايزين فكره الاستقلاليه وان هم سترونج اندبندنت وومن وكده، ولا انا عايز اخرج بره وخلاص وهي استقل واعتمد على نفسي وابتدي اشوف شقه وكل ده. ايه اهم الاوراق بقول لازم تبقى مع البنت او الولد وهم خارجين في ملف كده، في كده كام بقول تشيك ليست كده، تتاكد انك خارج بيهم من غير ما يبقى ضايع منك اي حاجه. طب خلينا نبدأ على طول. أول حاجة، أول ما البني آدم بيتولد بيبقى ليه إيه؟ شهادة ميلاد. شهادة ميلاد نمرة 1. تاني حاجة بطاقة الرقم القومي. تالت حاجة المؤهل اللي هو وقف عنده بشكل ما. المؤهل ده سواء مؤهل متوسط أو مؤهل عالي،
لازم بيبقى طول الوقت ده زي كأنه زي بطاقته، مم. شهادة الميلاد، البطاقة، المؤهل. بعد كده بقى لو اتضاف الأوراق الخاصة بورق تاني لازم يكون موجود، ورق مثلا خاص بالتعاملات المالية، ليه حساب في بنك ما بشكل ما، ليه حساب في صندوق بريد، ليه حساب توفير، أيا كان. لازم هو بيسأل على الأوراق الخاصة بيه وهو خارج، لسبب لأن هو خارج لسوق العمل، هيتولى مسؤولية نفسه، هيبدأ يتعامل بشكل واضح وصريح فيما يخص المسكن، فيما يخص علاقاته في الدوائر اللي حواليه المحيطة بيه، سواء في بيئة عمل أو في مكان هو هيأجره عشان يبقى ليه، هيبدأ بيت، يعني هيبدأ يبني بيت. حلو أوي. أنا فده كمان الورق الرئيسي اللي لازم يكون معاه: شهادة ميلاد، بطاقة، المؤهل بتاعه، ده أول حاجة. في الورقة كمان مهمة أوي كنا اتكلمنا عليها، لازم تبقى مع أي شاب خارج من الدار، اللي هي الورقة بقول عليها اللي بتثبت إن هو أصلا كان في الدار. دي احنا مش هنقدر نغفلها. دي انا لازم بقول مهمة أوي. ليه مش هنقدر نغفلها؟ او انا اتكلمت على الورق الاساسي بتاع اي شخص، فاحنا دلوقتي بمثابة بنتكلم عن فئة معينة او شريحة معينة من المجتمع المصري. فالورقة اللي هي بتثبت ان هو كان موجود في دار معينة، مختومة ختم النسر، مش ورق، مش ورقة متصورة صورة ضوئية كده وخلاص، لا، ورقة فيها بياناته وان هو كان موجود في الدار، ومختومة بختم الدار اللي هو كان فيها. دي جنب الأوراق اللي موجودة برضو زيها زي شهادة الميلاد، إن دي هتسهل له إجراءات بعد كده لما يجي يشتغل أو يتوجه للأحوال المدنية، يتوجه لجهة حكومية عشان يطلع مثلا بطاقته فقدت فبيطلع غيرها، نفس يعني الطريق ده. حتى كمان بقول الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي كمان بتحتاج ضروري جدا تبقى الورقة ديت موجودة مع الشاب والبنت، وبأكد إن هي كمان تبقى مكتوب فيها إنك كريم من نسب عشان تبدأ تقدر تاخد الخدمات دي. هقول لك تفصيلة معينة. احنا دلوقتي كلنا في انتظار إصدار قانون الرعاية البديلة. قانون الرعاية البديلة في الفصل الثاني في كل الفئات المستهدفة، من ضمنهم كريم النسب، من ضمنهم اللي فقد بشكل ما الرعاية الوالدية يعني. ومحددينهم هم تقريبا ما يقرب من 10 فئات. فتخيل 10 فئات فقدوا أهلهم بشكل ما، نمرة واحد فيهم كريم النسب. وكمان متحدد ليهم تواجدهم في الدار لغاية سن 24 سنة إذا احتاج الأمر. يعني في بعض الأشخاص محتاجين ممكن يكملوا، مش بس بيخرجوا عند سن من 18 ل 21، لا، لو الاحتياج الضروري ليهم ان هم يكونوا موجودين بشكل ما، سواء استلزم الامر ده عشان دراسة، عشان مثلا الجزء الصحي أو يستلزم ان هو يكون موجود، أو لسه نفسيا. ما وفرش، فمن حقه ان هو يفضل لغاية 24 سنة على حسب احتياجه الضروري. فاحنا ده هيتغطى وهيبقى فيه تيسير ان شاء الله في اقرب وقت. طيب ده يودينا في الجزء اللي ليه علاقة بالشقق. خلاص كده أنا خدت الورق بتاعي ومعايا كل المستلزمات، بقول الورق ومعايا حاجتي، وأبتدي عايز أروح أأجر شقة. عندنا دايما نوعين من الإيجارات، إيجار جديد وإيجار قديم. خلينا نقول الأغلب دلوقتي الإيجار الجديد، سواء ولد أو بنت. إيه الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها وإحنا رايحين نمضي عقد لإيجار؟ احنا طبعا فرقنا ايجار جديد وايجار قديم. الايجار الجديد خلينا في تفصيلة دي مش هنقدر نغفلها ايا كان نوع الايجار. التفصيلة المهمة ان انت لازم تزور المكان اللي انت هتأجره الصبح وبالليل، وده مهم جدا، وتسأل على المكان ده، هل الوحدة السكنية اللي انت هتأجرها وتقعد فيها، هل المكان ده عليه نزاع قانوني ولا لا؟ الشخص اللي موجود هيأجر لك، هل الراجل ده يعني متزوج وعنده أولاد مثلا، واخد مراته وأولاده بره، ففي قرار تمكين للزوجة دي، فأنت كأنك أجرت حاجة في الهوا ودفعت فلوس على الهوا، لأن هتلاقي قوة ما من القوة المعنية بالتنفيذ جاية تنفذ على المكان. فكأننا دخلنا في دايرة مفرغة وفلوسك ممكن ما تعرفش تستردها تاني. فلو هنأجر إيجار جديد هنزور المكان زي ما قلنا، وهنسأل ونستعلم إذا كان في نزاع قضائي على الوحدة السكنية دي. وبعد كده أول حاجة نعملها وإحنا بنمضي العقد،
بعديها هنعمل اثبات تاريخ، لان اثبات التاريخ هيحق ليك بعد كده ان انت تغير عنوانك في البطاقة على العنوان ده. وده بعمله منين بالظبط؟ الشهر العقاري ورسومه 10 جنيه مش موضوع كبير يعني. اوكي خالص وانت واقف. ولو قلت لصاحب المكان، فرضا صاحب المكان تهرب منك وقال لك المكان ده معلوش نزاع قضائي، فانت هتقول له ان انت هتعمل اثبات تاريخ، ويفضل ان انت هتفرغ نفسك ساعة هتيجي معاه. لو رفض هتستكشف بشكل ما ان المكان ده ممكن يكون عليه نزاع قضائي، فلازم تبلغ اللي انت هتأجر منه، قول له بس انا هعمل اثبات تاريخ عشان هستلم جوابات دراسة وجوابات عمل على هنا، فمحتاج بس حضرتك معايا في الشهر العقاري. فلو رفض هتفهم تلقائي ان في حاجة مش مظبوط، في حاجة مش يعني مش في مكانها الصحيح. اوكي. اصل احيانا بيبقى بعض المؤجرين بيخافوا مثلا مش عارف ايه وكده من الضرايب. اوكي. ده لو سيادتك هتودي العقد ده في ماشي. الضرايب، الضرايب العقارية. كنت اسالك سؤال برضه في موضوع العقد ده، كنا اللي هو العقد اللي بقول عليه بتاع المكتبه، طب ما هل هو ده يعني انا فاكر لما جيت انا عملت عقد الشقه بتاعي، نزلت جبت من المكتبه مش عارف ب2 جنيه 3 جنيه عقدين اكشلي، وبدانا نمضيهم وخلاص. هل في اي تحفظ على موضوع العقد بتاع المكتبه ده ولا لا؟ تحفظي الوحيد يفضل ان هو يكون عقد مكتوب من مرجعيه قانونيه ليك، تمام. يفضل في حاله لو الشخص ده رفض، هتركز في تفاصيل مهمه زي ايه؟ ان العقد ما مش القيمه الايجاريه بيتم دفعها شهريا، تمام. ولو في نزاع ما بين الطرفين يحل المحكمه، او بمعنى اوضح بمعنى تاني، خلينا نقول ان احنا تمام استأجرنا المكان ده أجرناه سنة أو 3 سنين، تمام. يركز في تفصيلة إن في حالة عدم دفع الإيجار لمدة كذا، يعني حدد مدة عدم دفع الإيجار اللي هو إيه. أنت بتدفع شهريا، في ناس بتكتب لو ما دفعش الشهر ده هخرجه بره الوحدة السكنية وهاخد أحيانا الحاجات بتاعته خلاص. فأنت ركز في الجزئية دي كويس جدا. وحق لك ان انت تتأخر مثلا لمدة هنقول 3 شهور اقصى تقدير. في ناس بتسيبك 6 شهور، في ناس بتسيبك سنة بالمناسبة. فلازم ما يكتبش في العقد ايه بقى مشاهرة. نركز في الجملة اللي هتتكتب في عقد الإيجار الجديد، ما يكونش مكتوب مشاهرة، لأن كلمة مشاهرة هي في النهاية هتخلي الشخص صاحب العقار لو يوم 1 في الشهر ما دفعتش فلوسك هيتم طردك بره المكان، لان هو مأجرهولك بالشهر، فهو حقه القانوني ان هو يخرجك. فنركز برضو في الجزئية دي. طيب هسألك سؤال تاني، هل في الموضوع الوان الأقلام، معرفش هل ده حاجة فعلا معتمدة ولا يعني بمضي بالأزرق او بالأحمر او بالأسود، ولا ده لا حاجة ملهاش حاجة قانونية سنة قانوني يعني؟ الألوان ليها علاقة بتصوير المستند نفسه بعد كده، انما احنا بنعتمد طول الوقت الاسود والازرق في الكتابة، عشان ويكون القلم انت اصل في اقلام دلوقتي بتتباع كمان الخطوط بتاعتها في ايصالات الامانة والشيكات والعقود، اللي انت بتكتبه ده بيختفي بعد ساعة زمن. فخلي برضو بالكم من ده. حتى القلم انت تكون مشتريه بنفسك من المكتبة، لان في اقلام كتير بتتباع هي بتتكتب، اللي بيتكتب ده بيطير بعد ساعة زمن، كأن مفيش عقود، كأن مفيش ايصالات امانة، كأن مفيش شيكات. ده حقيقي. ما انت ما القلم ده جيتش اصلا. بالمناسبة بيتباع على القهاوي وبيتباع في اي حتة، مش قلم بتتعب عشان تجيبه. اوكي. خالص. ده خطر قوي الموضوع ده. فخلي بالنا برضو من الاقلام اللي هات قلم بنفسك انت ضامن ان هو بيكتب صح وانت مجربه وشاريه بنفسك مش اكتر. فملحوظة مهمة دي برضو ناخد بالنا واحنا بنمضي العقود. اوكي. طيب بالنسبة بقى للبنات، احيانا بيقابلوا مشاكل ليها علاقة بقول الاعراف المجتمعية والفكر بقول يعني السيد في المجتمع الشرقي، بيبقوا مش عارفين يخرجوا للأسف الشديد. لما بيخرجوا مثلا من الدار 2 3 مثلا مع بعض، ما بيلاقوش مكان، او ما بيلاقوش مش مكان، ما بيلاقوش مستأجر بيرضى ان هو يأجر لهم الشقة. هل في حاجة قانونية بتمنع ان البنات تقدر تأجر شقة ولا لا؟ بص، دي أزمة الأزمات في مصر، تمام. هو مفيش أي نص تشريعي واضح، مفيش نص تشريعي بيقول إن أنت في فئة أفضل من فئة، بل بالعكس. الدستور في مصر عندنا
واضح جدا في مادة 53 ان مفيش فئة افضل من فئة، سواء في الجنس او في اللون او في العرق او في الدين او اي خطاب كراهية بينص ان انت تفضل فئة عن فئة. الست زي الراجل، الطفل زي المسن، كل افراد المجتمع هم في نفس السواسية في حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع. انما اللي بيحصل ده هو عرف سائد للاسف، ليه علاقة بموروثات ثقافية ان الست ما تسكنش في بيت وتكون لوحدها. في سيدات عظام على فكرة بالمناسبة موجودين في أماكن وساكنين وصحفيات وعاملات وشغلهم مهم جدا في مصر، وياما خدوا جوائز في مصر وهم مستقلين. خلينا نقول كلمة مستقلين. الفتيات والسيدات المستقلات ياما قدموا لمصر حاجات عظيمة جدا في مستقبلهم المهني. فاحنا خلينا نقول ان دلوقتي الاعراف بتخاف ان هي تسكن سيدة او فتاة لوحدها، مع ان ده ما فيش ما يشين اخلاق اي حد. يعني هو حد جاي لك عشان يشتغل عشان ينجح، فالناس كلها بتقول لك لا انا ما اسكنش. طب طب لو قلنا طب لو هتسكن رجالة عادي تمام، هسكن رجالة. ما طب بيقولوش حاجة. انما سيدات او فتيات لا، ده تمييز في حد ذاته، مم. ده تمييز فئة عن فئة. مع انها اصلا كده بيعرضها للخطر at some point، يعني في الاخر هتنزل الشارع، هتنزل طيب تقعد فين؟ طب مين ممكن يأذيها بره؟ مين مش عارف ايه؟ وبعد كده نرجع نلوم عليها. انتي والله ايه اللي ماشيكي كده؟ ايه اللي ماشيني كده؟ ما انت اصلا كمجتمع، ما الناحية التانية ما ما هو ده عرف ما من رضيتش الأعراف. تساعدني يعني. ده عرف للأسف من أعراف المجتمع اللي بتدفع فئة من المجتمع بشكل ما إن هم يتجهوا. ما هو لا، خلينا واضحين، مفيش جريمة بدون أسباب قبليها. مليون سبب فوق سبب تراكمي هرمي بيوصل في الآخر الإنسان لارتكاب، إن هو يرتكب أفعال هي بالضرورة ما كانتش من في سياقه أو هو مش مخطط لها. فأنت لما تحجب عن فئة حقها في السكن، دي جريمة، وجريمة تمييزية واضحة وصريحة. احنا عندنا في القانون المصري قانون عقوبات مادة 166 مقرر تقريبا أو 167 بتجرم فعل التمييز تجاه أي فئة من المجتمع زي ما الدستور ذكر في مادة 53. فاحنا عندنا فيه كمان مواد قانونية وعقابية واضحة وصريحة، وده كنت هذكره في الموضوع عقود العمل. احنا كنا هندخل فعلا في موضوع عقود العمل بعد شوية، بس خليني اقف هنا شوية. اللقطة دي مهمة جدا بالنسبة لي، انه طب البنات، بقول لو خلاص هو ده العرف، ايه النصيحة اللي حضرتك ممكن تنصحهم بيها بحيث ان هم زي ما بقول يتحايلوا على الموقف بشكل ما، ان هم يقدروا ياخدوا عقد ايجار شقة، او ان هم يقدروا يأجروا شقة؟ خلينا نتحرك في تكتلات أفضل. تكتلات. لسبب التكتلات ما حدش بيقدر يعني يرفض لهم طلب. أو مثلا في أماكن في مصر معادي وسط البلد، في أماكن عرفها السائد إن هي طبعا مش هقدر أجبر كل فرد إن هو يروح المنطقة دي، لأن وارد المبالغ المالية أو اقتصاديا هو مش قادر يكفر ده بشكل ما. صحيح. فوارد إن هو يضطر ظرف طارئ أو ظروف شغله إن هو ما بقاش بعيد جدا عن مكان سكنه، وده حق من حقوقه. فلو متاح ليهم الأماكن اللي العرف السائد فيها بيسكنوا سيدات مع بعض أو فتيات مع بعض، خليهم تكتلات. يفضل إن هم يكونوا تكتلات أفضل. وده المخرج الوحيد اللي برضو، لأن إحنا ما عندناش مظلة تشريعية بتمنع ده، بس في أعراف تحت الترابيزة الناس كلها متوافقة مع ده وموافقة عليها، رغم إن ده بيدفع الناس للشارع وبيعرضهم للخطر بشكل ما. صحيح صحيح إلى صحيح. أن يعني يتم بقى إنشاء مفوضية مكافحة التمييز اللي أنا اتناقشنا فيها وليها تفاصيل معينة، يعني إن لو حد ميز حد عن حد. حلو أوي. ده يمكن ياخدني في الجزء اللي ليه علاقة بقى العمل. خلاص الحمد لله قدرنا بشكل ما نحصل على شقة إيجار جديد أو إيجار قديم. صحيح، ما كناش اتكلمنا برضو على موضوع الإيجار القديم. الإيجار القديم اللي هيفرق إن لازم الإيجار القديم يكون بعقد مكتوب تحت إشراف شخص قانوني. لازم. بمعنى وضح لي أكتر. بمعنى الإيجار الجديد احنا اتكلمنا قلنا لو اضطرتنا الظروف ان يكون الشخص اللي هو مالك الوحدة هو اللي اشترى العقد من المكتبة وكتبتوه وراجعت النص اللي هو
ليه علاقة بالإيجار الشهري والحاجات دي. فقلنا خلاص هنضطر إن إحنا موافقين تحت يعني إجبار ما، أو هو راضي كده فتمام. أنت دلوقتي هتأجر وحدة سكنية إيجار قديم. إيجار قديم أنت متورط في إيجار أو اخترت إيجار 60 سنة 59 سنة. طبقا لده لازم يكون عقد متراجع كويس من شخص قانوني، برضو تراجع الوحدة لو فيها عليها نزاع قانوني من عدمه. ما ينفعش نشتري في الإيجار القديم بالذات عقد من مكتبة ونمضي عليه ونطلع نمشي. أي حد هيقدر يطلعك تاني يوم الصبح بالمناسبة، وهتعاني. اوكي، ده موضوع فلازم مهم. فلازم نراجع الوحدة السكنية دي عليها نزاع قانوني ولا لا. ولازم العقد يكون مكتوب من حد مختص قانوني، من محامي يراجعه معاك، ويفضل ان هو يكون حاضر معاك كمان العقد اوكي، ساعة توقيع العقد يعني ساعة ودفع توقيع. الفلوس وكده. يفضل اوكي. ويعني ويراجع الامر ماليا ويراجع العقود، عشان احنا دايما طول الوقت بنقول ايه، خلينا نتقابل قبل المستند العرفي مش بعد المستند العرفي. المستندات العرفية اللي هي بيتم صياغتها ما بين أطراف، سواء في العمل أو في وحدات سكنية هيتم إيجارها بشكل ما، ده اسمه مستند عرفي. ما بياخدش الشكل الرسمي غير لما بيدخل الجهات الحكومية وياخد أختام نسر وحاجات شبه كده عشان يبقى مستند رسمي معترف بيه. إنما ده مستند ما بين طرفين، ده اسمه مستند عرفي. فخلينا يعني نتوجه للشخص المعني قانونا إن هو يصيغ لنا الشكل لمستند عرفي يتم الاعتراف بيه أمام الجهات الرسمية، عشان يحافظ لك على حقك كويس ويراجع البنود، ويكون هو يا اما مراجعه يا اما هو كاتبه بنفسه. فده مهم جدا بالذات لان انت هتدفع كمان مقدم. صح، مقدم. خصوصا ان مقدم بعض كبير. الشباب بيبقى خارج مثلا من الدار، مثلا ليهم مثلا متطوعين او كفله، بيبقوا احيانا مثلا سايبين لهم مثلا من مال التبرعات في حسابه الخاص، مثلا بحيث لما بيجي يطلع من الدار يلاقي مثلا عنده رقم ممكن يبقى بقول بدايه كويسه ان هي تساعده. فاحيانا ممكن بعض الشباب يروح بدل ما يقول اجر شقه وكده، ممكن اعملها بدل ايجار جديد اخليها ايجار قديم، ويبقى او يعني يروح على طول لفكره الايجار القديم. فكان مهم ان احنا ننوه لان على الايجار النقطه القديم دي. ده من حق ابنك يقعد فيه، او فانت ما كمان. تضيعش كمان حق ابنك. مم. هو بس مش بس حقك، هو من حقك ومن حق ابنك اللي قاعد معاك. فرضا لا قدر الله يعني الدنيا اعمار والموت هو الحاجه الوحيده الحقيقيه اللي احنا متاكدين منها. فحد بقى توفى بشكل ما، ابنه موجود، هو من حق ابنه، فلازم يراجع المستند اللي هو هيكون قاعد فيه، وابنه كمان لانه هيكون قاعد فيه من حقه. صحيح صحيح صحيح.